السلام عليكم اعزائي المشاهدين. حلونا خالص للنهارده هو تورته ايس كريم الاوريو. المكونات اللي موجوده عندنا هي بسكوت اوريو حوالي 16 كيس من اللي فيه كل كيس فيه 6 قطع، وده لبن، ودي كوبايه ويبنج كريم مضروبه يعني بقت ويبنج كريم، وعليها كوبايه ايس كريم فانيليا عاديه خالص اتخلطوا مع بعض، وده الاوريو المكسر. انا حطيته في طبق لوحده لاني هستعمله علشان احشي او احط الاجزاء اللي هي الفاضيه دي. حضراتكم لو مش عارفين، لو هتلاقوا ان هي مشكله انكم تفضلوا تقطعوا في الاوريو اللي هو المكسر ده عشان تحطوا مثلا لو في حته زي دي كده، ممكن تضربوه في الخلاط على البالز كده، يعني تخلوا الخلاط يفتح ويقفل بسرعه، هيبقى زي الفري كله كده، وممكن تملوا بيه، وده كريز للتزيين. دلوقتي احنا اول حاجه هنعملها هنبعد بس الحاجات اللي مش هنستعملها دلوقتي، وبعدين هنبتدي نحضر الاوريو بتاعنا زي ما المفروض نعمله. نحط اللبن، اوكي، هنجيب الصينيه بتاعتنا من اللي هي بتتفتح وبتتفصل خالص دي كده، وهنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحلو في الموضوع ده او في التورته دي ان هي سهله جدا، يعني مفيش اسهل من كده. اول حاجه هنجيب البسكوت الاوريو، هنروح حاطينه في اللبن كده، غمسينه بسرعه ونرصه في الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، جنب بعض جنب بعض مظبوط لحد ما نخلص الدور دوت كله. طبعا زي ما هو واضح كده انا مليت الصينيه كلها، وفي اجزاء فاضيه زي ديت، علشان ما اخليهاش فاضيه بالمنظر دوت هجيب الاوريو اللي هو المكسور زي ده، وهبتدي اقطعه بالسكينه، مثلا اقطعه نصين على حسب بقى ما هياخد المكان بتاعي، مثلا كده اهوت، وهحطها في المكان. برضو زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ممكن بدل ما تعملوا الموضوع ده بالشكل ده كده، ممكن ان انتوا تضربوه في الخلاط يبقى زي البقسماط كده، وفي الاخر بس تروحوا رشين في الاجزاء الفاضيه كده هو شويه من البقسماط ده. دلوقتي احنا كده خلصنا اللاير الاولانيه او الجزء الاولاني من التورتايه بتاعتنا. اللي هنعمله بعد كده ان احنا هنحط من الويبنج كريم بتاعتنا دي اهي، هنحط بس طبقه خفيفه كده اهوت على البسكوت، وبعدين نرجع نحط الطبقه التانية من البسكوت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنساوي بس الكريمه بتاعتنا، الايس كريم بالكريمه بتاعتنا كده، وبعدين هنبتدي برضو تاني نعيد نفس الموضوع بنفس الطريقه مره تانية. اللي هو البسكوت بتاعنا هنحطه، نحاول بقى المره دي ان ما بين كل فراغ ما بين 2 بسكوت كانوا قبل كده نحط الجديده بحيث انها تغطيهم، نبلها ونحطها تاني ما بين كل فراغ والتاني. يعني الكلام ده بس عشان يبقى واضح، يعني لو دول بسكوتين محطوطين تحت هنا، الدور اللي بعد كده هحطه هنا، هبتدي كده مش هبتدي فوقه بالظبط، هبتدي كده اهو، واحده اتكسرت عشان دوت يغطي اللي تحت. اوكي، نكمل بقى. دلوقتي بعد ما خلصنا رص الاوريو بتاعنا، هنجيب الايس كريم الفانيليا بتاعنا العادي،
وهنبتدي نحطه على الوش بتاع التورتايه بالشكل ده، بس نفرده كده هو بشكل كويس. كده احنا خلصنا الايس كريم على التورتيه بتاعتنا كلها، وهنحطها بقى في الفريزر لتاني يوم او على الاقل 4-5 ساعات لحد ما تجمد خالص. وبعدين بعد كده نبتدي نزوقها بقى. كده تورته الاوريو بتاعتنا ساعت خلاص، وهنبتدي دلوقتي نزوقها بالكريم شانتيه اللي احنا عاملينه وحاطينه في الكيس بتاع الحلواني بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الاوريو بتاعنا كده. ده اوريو مفروم كده، بس هنحطه في النص بالشكل ده. كده خلصت تورته الاوريو بتاعتنا. اتمنى لو عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا.